أحمد عز هيمثل مع مايا خليفة. اتفق معاها على كل التفاصيل وما كانش يعرف تاريخها ولا ماضيها. كل اللي عز يعرفه إنها ممثلة ليها أصول لبنانية وما يعرفش أكتر من كده. بعد ما مضى عقد الفيلم اللي هيجمعه معاها، وده فيلم بإنتاج ضخم جدا ومتكلف وهيتصور في أكتر من دولة أوروبية وكمان في أمريكا، عز لما شاف مايا عجبته جدا وقال عينيها قوية والدور هيليق عليها، ووافق من غير ما يبص على أدوارها. ولأن جهة الإنتاج عربية كانوا فاكرين إنه عارف كل حاجة وموافق، واتفقوا إن التصوير هيكون بعد شهرين من أول ما يمضوا العقد. وفعلا عز كان ملتزم جدا بسبب المبلغ الكبير اللي خده. وهو سهران في يوم لقى رسالة من رقم غريب على الواتساب. لما بص وركز في الصورة لقاها مايا، الممثلة الشابة اللي معاه، واللي طبعا كلنا عارفينها. عايز اتكلم معاها وسلم عليها وسألها عن سبب رسالتها ليه في الوقت ده. مايا قالت له إنها معجبة بيه جدا واتفرجت على أفلامه كلها ومبهورة بوسامته وقدرته على تجسيد أدوار كتير بالشكل ده. عايز شكرها على كلامها عنه وقال لها أنا كمان هتفرج على أفلامك وأعمالك وهقولك رأيي. عايز اليوم ده ما كانش قادر فقرر ينام وبكرة بقى يشوف أعمالها، لكنه صحي تاني يوم وانشغل في كذا حاجة كالعادة، وكان بيشوف برضو القضايا اللي زينب بترفعها عليه كل 5 دقايق. عز أول ما فضي في يوم رايق كده بالليل بعد ما كل أكلة حلوة وشرب الدرينك بتاعه اللي هو عبارة عن عصير رمان عليهم فراولة بالبنجر، قرر إنه يمسك التابلت بتاعه وبدأ يسرش على أفلام مايا، واللي شافه طبعا زي ما كلنا عارفين خلى شعره يقف من كتر الخضة. عز بعد ما اتفرج على فيلمين 3 كده ليها حس إن في مؤامرة بتتعمل عليه، وكان ناوي يتصل بشركة الإنتاج اللي مضى معاهم، لكنه قرر إنه يكمل فرجة على الأفلام يمكن يكون ظالمها ولا حاجة. فيلم جاب فيلم لحد ما عز اتفرج عليهم كلهم. راح اتصل بالمسؤول عن الشركة وفضل يزعق معاه ويقول له جايبين لي واحدة زي دي تمثل معايا، عايزين تفضحوني. الراجل قال له يا أستاذ أحمد احنا فاكرين إنك عارف دي أشهر من نار على علم، وانت وافقت ومضيت فقلنا إن ما عندكش مشكلة. عز قال له ما عنديش مشكلة، ده أنا أروح في داهية لو مثلت معاها، ده أنا قلت يمكن ليها فيلمين ولا 3 كده والباقي أفلام عادية، دي ما بتعملش غير النوع ده. الراجل قال له انت اتفرجت على أفلامها كلها؟ عز قال له أيوه. الراجل قبل ما يلغي العقد مع عز قال له أنا عايز أشيد بقدرتك الخارقة إنك خلصت أفلامها كلها في قعدة واحدة، دي جبارة ومحدش بيقدر يعمل كده. عز رد وقال له قدرات خارقة مين يا عم، ده أنا مش عارف أتلم على أعصابي، دي دمرتني وأنا بتفرج، أمال لو مثلت معاها بقى. وفعلا الشركة قررت تفسخ العقد، وعز رجع لهم الفلوس اللي خدها ومشروع الفيلم وقف.